السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حاجة. لو عندك كرش او عندك كرش، لو بعد الولادة ظهرت عندك بطن اللي هي بتكون نازلة كده وشكلها مش حلو، لو جسمك كله رفيع ومتناسق لكن في منطقة البطن هي اللي فيها دهون عنيدة، النهاردة هنعمل مع بعض مشروب سحري، مشروب قوي جدا جدا وطبيعي 100% لنسف دهون البطن العنيدة والتخلص نهائيا من الكرش في شهر واحد مع الاستخدام يوميا. يلا بينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش الإعجاب بالصفحة. ويلا بينا نقول مع بعض مكونات المشروب السحري بتاعنا النهاردة. الشاي الأخضر. الشاي الأخضر من أقوى الحاجات اللي بتساعد على حرق الدهون في الجسم كله وبالذات في منطقة الكرش، وبيساعد كمان على حرق الدهون واحنا نايمين. يعني ايه واحنا نايمين؟ يعني حتى لو انت مش بتعملي مجهود وبتشربي الشاي الأخضر قبل النوم على طول بيحرق الدهون وانت نايمة، وده لأن الشاي الأخضر غني بمواد مضادة للأكسدة وبالذات مادة البوليفينول. ده غير إنه كمان ممكن نعمل منه ماسكات للبشرة بتساعد البشرة على الترطيب وعلى شد البشرة وحمايتها من التجاعيد. وكمان الشاي الأخضر بيدي نضارة وحيوية كبيرة جدا للجلد وبيمنع لا قدر الله مرض سرطان الجلد. يبقى معايا أول حاجة هستخدمها وهي الشاي الأخضر. تاني حاجة هستخدمها معايا وهي الليمون. الليمون من المعروف إنه مليان بالمية والألياف. أي خضار بيكون فيه مية زي مثلا الخضروات الورقية زي الخس والجرجير أو الخيار، أي حاجة فيها مية بتكون مليانة بالألياف، والألياف دي بتعمل حاجة مهمة جدا جدا في الجسم وهي إنها بتخفض نسبة الكوليسترول في الدم. الكوليسترول ده أصلا بيجي منين؟ بيجي طبعا من تناول الوجبات السريعة وبيجي من الزيوت المشبعة والحاجات اللي احنا بناكلها اللي مليانة مثلا سمنة أو زيت وغيره. الألياف الموجودة في الليمون بتخفض نسبة الكوليسترول ده في الدم وبتحرق الدهون الموجودة في الجسم وبيقاوم الانسولين وسكر الدم وبيحسن عمليه الهضم جدا جدا. لما حد يكون واكل اكله دسمه او تقيله وبيشرب وراها كوبايه ليمون بيتحسن عنده عمليه الهضم جدا وبيحس انه خلاص ارتاح شويه. تمام، يبقى انا معايا الشاي الاخضر ومعايا الليمون. الليمون هستخدمه بقشره مش هعصره، وبغلي الشاي الاخضر وبغلي الليمون بقشره مع بعض في ميه بتغلي كويس جدا جدا، وبعدين بصفيه وبستخدمه كمشروب ليلي. بشربه قبل النوم بنص ساعه، مرة واحدة بس يوميا قبل النوم بنص ساعة لمدة شهر واحد بس. بعد أول أسبوع هتبدأي تحسي بفرق شوية في منطقة الكرش، هتلاقيها حتى إن هي لو كانت تحسي فيها إن الدهون جامدة، لا هتحسي بعد كده إن الدهون بدأت تقل واحدة واحدة لغاية ما هتختفي تماما. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا منه، وإن شاء الله تعملوا المشروب السحري الفوري الطبيعي جدا جدا ده وتستفادوا بيه، واشوفكم في فيديوهات كتير جدا على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.